ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم فيديو جديد. منورين الدنيا كلها. لو اول مره انت تشوفيني ما تنسيش تشتركي عندي في القناه. لو انت اول مره تشوفيني على اليوتيوب انزلي اشتركي عندي في القناه. لو انت اول مره تشوفيني على الفيسبوك انا ببقى حاطه لكم في العنوان عنوان القناه بتاعتي على اليوتيوب. يا ريت تدخلي تفتحي القناه وتعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل حاجه انا بنزلها، واهم حاجه اللايك والشير للفيديو ده وكل الفيديوهات اللي موجوده. ندخل بقى في الموضوع. النهارده الفيديو مش طبخ، الفيديو هنتكلم في حاجه مهمه جدا. احنا داخلين على رمضان وكل سنه وانتم طيبين يا رب، ورمضان وندخل كلنا رمضان زايدين مش ناقصين، اللهم امين. النهارده هنتكلم عن منيو لرمضان. ناس كتير جدا بتحب تمشي بالورقه والقلم، اللي انا شخصيا مش منهم. انا ما بعرفش امشي بالورقه والقلم. انا شخصيه ما بعرفش اعمل جدول واقول النهارده هطبخ كذا بكره هطبخ كذا، لا. انا ممكن الصبح اقرر اطبخ حاجه وبالليل اقرر اطبخ حاجه، فانا مش بحب امشي بالورقه والقلم. بس انا عملت الفيديو ده مساعده للناس الكتير قوي اللي بتمشي بالورقه والقلم وعامله لنفسها جدول، والسبت هنطبخ كذا والحد كذا. والناس اللي بالذات اللي بتعمل شوبينج في اول الشهر، في ناس بتعمل شوبينج للشهر كله او بتمشي بالاسبوع. فانا قررت ان انا اعمل الفيديو ده مساعده لهم. انا الكلام اللي هقوله لكم كلام لا اول مره هتسمعوه، مفيش اي حد نزله قبل كده. ناس بتنزل منيوهات بس في ناس عامله لها كوبي وبيست من اماكن تانية. انا المنيو ده انا شغاله عليه بقالي شهر. في ناس كتير جدا نزلوه قبلي، بس انا اتحدى الكلام ده مختلف. تمام. هنشوف بقى المنيو هيتكلم عن ايه. انا جايبالك 3 منيو. اول منيو انا ظبطتهولك وعاملاه للناس اللي بتمشي بالورقه والقلم. تمام. منيو للناس الغلابه. يعني ايه للناس الغلابه؟ اللي احنا طبعا كلنا منهم. منيو الاكل الارداحي، ممكن ب10 جنيه بس هخليكي تعملي احلى سفره في رمضان تفرحك وتفرح عيالك، ولو عايزه تعملي عزومه هتعملي وهتشرفي. بدايل بسيطه جدا ورخيصه جدا جدا جدا، ومش هتكلفك حاجه، ممكن تشرفك على سفرتك قدام اي حد انت عازماه. تمام. مش لازم تعملي حاجات غاليه وديك رومي وحاجات فظيعه عشان تعملي عزومه واو. يعني في حاجات صدقيني حلوه وبتملى السفره بتاعتك وهي مش مكلفه خالص خالص. يعني ده منيو اللي انا اتكلمت في منيوهين، منيو العادي خالص والمنيو التاني والمنيو التاني اللي هو بتاع الغلابه، والمنيو التاني المفتوح اللي الناس اللي زيي اللي هي مش هتبقى اول يوم كذا تاني يوم كذا، لا. المنيو التالت انا هقولك افكار كتير جدا جدا هتظبطيها بقى بدماغك انتي او بالمتوفر عندك. انا هقولك مثلا 20 اكله تكتبيهم ورايا في ورقه، وتصحي الصبح ايه البدائل اللي موجوده، كبده، فراخ، سمك، كذا، واعملي بقى اللي متوفر عندك في التلاجة. تمام. شوف بقى هنعمل ايه. استنوا ما اجيب الورقه. تمام يا بنات، انا الورقه دي كاتباها بقالي شهر، يعني بقالي شهر بكتب فيها. تمام. انا ان شاء الله حاسه ان الفيديو ده يعني هيساعد ناس كتير. ده اول فيديو. المنيو الاساسي 30 يوم لشهر رمضان. تمام. ده منيو الغلابه اللي هو عملتلك بس هنا 13 اكله. المنيو التالت انا هقولهولك انا بدماغي افكار اكل كتير جدا هنعمله مع بعض. منيو رمضان اول يوم انا هظبط الكاميرا عليه، بس ارجوكوا بلاش تريقة على الخط. انا بعترف انا خطي مش حلو، ازمة حياتي ومشكلة عمري، خطي مش حلو. تمام. هقلب الكاميرا عشان تشوفي المنيو، وممنوع ممنوع ممنوع اي تريقة على الخط. تمام. احنا ما نسيبش الموضوع ونتريق على الخط. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين يا بنات ده منيو رمضان. طبعا تمام. طبعا الاساسي في اي اكل او في اول يوم رمضان طبعا البط بالمرتة
ومحاشي بأنواعها وملوخية ورقاق بالكبد والقوانص وشوربة لسان العصفور وخشاف وكنافة بالقشطة. تمام، ده عندك فكرة لأول يوم رمضان. عايزة تعملي بط ومحاشي بس، تمام. عايزة تعملي بط ورز، تمام. بس أنا قلتلك أغلب الناس بتعمل بط ومحشي وملوخية. عايزة تزودي الرقاق بالكبد والقوانص، تمام. في حاجة يا بنات لازم هنثبتها في كل المنيوهات: عصير، شوربة وحلو وعصير. خشاف ده عصير وحلو. 3 حاجات دولت هنثبتهم في كل يوم. تاني يوم طاجن لحمة بالبصل، شوربة، رز بالشعرية، قطايف وأي نوع عصير متوفر عندك. تالت يوم مكرونة، كفتة، عصير تمر مع حليب وجلاش بالمكسرات وبطاطس محمرة. الناس اللي عايزة تعمل سكرين شوت للمنيو اهو: صينية فراخ مع الخضار في الفرن، رز بالشعرية، شوربة فراخ بالكريمة، عصير صوبيا وبسبوسة، سمك مقلي، أرز صيادية ده 5 يوم، طاجن صبيط في الفرن، سلطة أي نوع وعصير وحلو، كفتة رز بالشعرية وسلطة وشوربة وحلو على حسب الطلب أو الحاجة اللي موجودة عندك. فرخة مشوية في كيس حراري، رز بسمتي، بطاطس محمرة وسلطة وعصير وحلو وشوربة. أنا قلت لكم إن ال3 حاجات دول هنثبتهم في كل يوم من أيام رمضان. صينية لحمة بالخضار، رز بالشعرية، سمبوسك، عصير حلو وشوربة. ممكن نعمل شوربة شوفان. 9 يوم كبدة، مكرونة، بطاطس محمرة وسلطة وحلو. اليوم العاشر فراخ كنتاكي ورز بالخضار، او ممكن تستبدليه بالرز الريزو بتاع اساسا كنتاكي، بطاطس، كولوسلو، وطبعا الحاجة الاساسية بتاعتنا ال3 حاجات اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي هو العصير، الحلو، الشوربة. دول لازم يبقوا اساسيين على السفرة بتاعتك في رمضان. بكتب المشروم عاملينها باللحمة، رز مبهر، بطاطس محمرة، وطبعا الأساسي. اليوم ال12 كفتة الحاتي، مكرونة بشاميل، سلطة، شوربة، حلو، عصير. حمام محشي أو سمان اللي متوفر عندك وعلى حسب إمكانياتك طبعا، محشي، ملوخية، شوربة، وطبعا عصير وحلو. كبسة باللحمة، جلاش باللحمة المفرومة، وبطاطس بالجبنة، وطبعا الأساسي. سمك مشوي، رز أبيض بطريقتي دي طريقة خاصة أنا بعملها، مفيش حد بيعملها، أنا أخدها من ماما فعلا. الرز بتاع السمك المشوي أنا منزلها لكم قبل كده على القناة، أتحداك إنك مش هتحبيه. سلطة خضراء وبابا غنوج ومخلل، وطبعا الأساسي. كوسة بشاميل، رز بالشعرية، وطبعا الأساسي. شيش طاووق، رز بالخضار، وطبعا بطاطس محمرة وسلطة وشوربة وعصير وحلو. تمام، معادش تمام. باقي الحاجة: فتة شاورما، تومية، بطاطس محمرة، كولوسلو، سلطة حلو طبعا، كفتة داوود باشا، بطاطس، رزاية ورزاية، سلطة حلو، شوربة، مقلوبة بالفراخ، طاجن خضار في الفرن، وسلطة وحلو وشوربة. كبدة اسكندراني، مكرونة بالوايت صوص والمشروم، سلطة حلو، شوربة كولوسلو. كفتة مع صينية بطاطس في الفرن، أرز أبيض، سلطة والحلو والشوربة. مسقعة بالبشاميل، رز بالخضار، سلطة حلو، شوربة. مسقعة بالبشاميل بالمفروم. جمبري مشوي، رز صيادية، شوربة سي فود، حلو، عصير. وطبعا الشوربة هي اللي هي شوربة السي فود. فراخ تندوري، أرز مبهر، سلطة الكبسة، بطاطس محمرة، حلو، والعصير. وانا بعد ما اخلص المنيو هقول لكم إيه انا مثبته دول ليه. صدور فراخ بالخضار والبشاميل،
أرز، شوربة، حلو، عصير، كباب حلة ورز وشوربة وعصير، فراخ مشوية، رز بالكبد والقوانص اللي هو الرز بالخلطة وعصير وحلو وشوربة، نجرسكو، سلطة بطاطس حلو عصير، آخر حاجة بط ومحاشي وجلاش أو رقاق عصير وشوربة. تمام. أي حد ملحقش يكتب يعرفني وانا يبعت لي يعني، وانا ممكن اتواصل معاه وابعت له الكلام ده سكرين شوت. تمام. او ابعت له اصور له المنيو وابعته له. تمام يا مدام. حد هيدخل بقى يقول لي المنيو الدسم ده، فعلا المنيو دسم. المنيو كله مفيش اكل اي كلام، كله اكل اساسيات، كله اكل يعني. دي للناس اللي ما بتحبش تاكل حاجات اي كلام في رمضان. ده للناس اللي عايزه تاكل رز ولحمه وملهاش في الكشري والمسقعه والحاجات العاديه بتاعت الناس. في ناس كده، في ناس ملهاش في جو كشري، ملهاش في جو اكل ارداحي. في ناس ملهاش ان انا في رمضان بالذات لا اصرف، انا صايم طول النهار واصرف واجيب اجيب اكل لحمه وسمك وفراخ. ده المنيو. اي حد ملحقش يكتب ورايا يتواصل معايا في الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، وانا هصور له المنيو من هنا ومن هنا وهبعته له. تمام. اي واحدة، بلاش واحد يدخل يستظرف. تمام. اي واحدة انا هبعتها لها سكرين شوت، او هي ممكن يعني تشغل الفيديو بشويش وهو هيشتغل يعني وتكتب ورا. منيو الغلابة بقى، المنيو اللي بتاع كل الناس. اكتبي ورايا. تمام. المنيو اول حاجه كشري اصفر، كشري الاصفر بتاعي العادي، هتعملي جنبه ايه؟ طماطم مخلله وبطاطس محمره ومخلل وبيض وسلطه. وبصي هتعملي يوم الكشري الاصفر ده هتعملي جنبه مليون حاجه. السفرة بتاعتك هتبقى مليانة. اعملي بتنجان، اعملي مخلل بطاطس، مخلل جزر، اعملي طماطم مقطعة، اعملي بطاطس محمرة، اعملي السلطة اللي هي بالصلصة دي. بصي ده في يوم. وطبعا اهم حاجة الحلو. تمام. هتكلم عليه برضو بعد ما اخلص المنيو ده. الحلو والعصير ايه تاني قلت لكم؟ حلو والشوربة. تمام. تاني يوم هتعملي مكرونه بالصلصه، بيض مقلي او مسلوق وسلطه وبطاطس. عادي مكرونه بالصلصه واسلقي كل واحد بيضه وسلطه وبطاطس. تالت يوم ده يوم الدلع بقى. هتجيبي بيتزا، هتعملي بيتزا بالجبنه. البيتزا بالجبنه انا نزلتها لكم على القناه. بيتزا بالجبنه، بيتزا جلاش، سوري، يعني بيتزا جلاش بالجبن والخضار. ما عندكيش جبنه اعمليها بالخضار. ومكرونه بالصلصه. تمام. يوم حلو قوي. شويه عصير وبيبسي وشويه عصير وسلطه وقضيت. تمام. رابع حاجه هتعملي مسقعه قرداحي. انا هنا عاملها لك مسقعه باللحمه المفرومه. لا انت هنا هتعمليها مسقعه عاديه خالص ورز بالشعريه. حلو جدا. كتري الصلصه بتاعتك ويبقى خضار حلو. طبعا الحاجات الاساسيه بتاعتك رز بالكبد والقوانص وصينيه بطاطس جنبها. طبق كبد وقوانص اعمليها في الرز وصينيه البطاطس جنبها. بقت اكله حلوه جدا واكله اقتصاديه جدا. بفتيك كداب ومكرونه. البفتيك الكداب انا نزلته لكم على القناه. بفتيك كداب ومكرونه. هتجيبي اجنحه الفراخ. تمام. وتعمليها مع اي خضار. صينيه بطاطس مثلا ورز بالخضار. 9 رز بالخضار وبيض مسلوق وبطاطس وشوربه وحلو وعصير. وبقت سفرة جميلة جدا ونوعتي. تمام. مش عشان تعملي اكل اقتصادي او اكل ارداحي انك تعملي عيش وطعمية بنفس. شوفي انت هتروحي تجيبي الطعمية بكام والعيش بكام. بنفس تمن الطعمية والحاجات دي ممكن تعملي سفرة متنوعة وفيها حاجات كتير جدا. هتفتحي نفسك وهتفتحي نفس جوزك وهتفتحي نفس عيالك. هتعملي سفرة حلوة ومش مكلفة. فول وطعمية وجبن وبيض وسلطة وبطاطس محمرة اسمها ايه اللي هي استني مش فاكرة اللي هي العجة.
بابا غنوج، بتنجان محمر، ابدعي بقى. مكرونه بشاميل بالخضار، مش هنحط فيها لحمه، مش هنحط فيها فراخ، هنعملها بالخضار، هتبقى حلوه جدا. بطاطس محمره وشوربه. كشري مصري، لو حد حبه في رمضان تعملي كشري مصري، رز بالشعريه واي خضار، صينيه بطاطس وشوربه. تمام، ده اللي انا كتبته. حاجات كتير قوي ينفع تعمليها قرداحي. السمبوسك، عيالك نفسهم في السمبوسك، هتعملي ايه؟ مش لازم محتاجه انك تجيبي كيلو لحمه تعملي، لا. السمبوسك بتبقى رائعه جدا بالجبنه بالجبن. اعملي جبنه، اعملي جبنه فيتا وحطي عليها شويه نعناع، اعملي جبنه فيتا وحطي عليهم شويه زعتر. تمام، وهتبقى حلوه جدا. بالنسبه للشوربه والحلو الشوربه والحلو قلنا ايه تاني؟ قولوا معايا، نسيت. شوربه وحلو وعصير. دولت ان شاء الله تابعوني على رمضان، ان شاء الله تابعوني يعني على القناه في رمضان. هنزل لكم كميه شوربه. مش لازم تعملي شوربه مكلفه، مش لازم كريمه لباني. هقول لكم في رمضان ان شاء الله ايه البدائل اللي انت ممكن تعمليها. مش لازم تعملي شوربه مكلفه. شويه لسان عصفور، مكعب مرقه وشويه ميه، عملتي شوربه حلوه جدا جدا جدا. عايزه تخليها واو، حطي فص مستكه وحبهان، هتبقى تحفه معاكي. تمام. مش لازم تعملي اكل مكلف عشان تبقي واو تعملي سفره، لا. انتي تابعيني في رمضان، هنقدم شرب كتير جدا 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 في رمضان ان شاء الله. كل يوم هحاول ان انا انزل لكم نوع شوربه. الحلو طبعا، الحلو بتاع رمضان كنافه، قطايف، بسبوسه، الحاجات دي. ما عندكيش امكانيه، هقول لك في رمضان ان شاء الله هنزل لكم انواع حلويات اقتصاديه جدا 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 في رمضان. هتبقى شكلها على سفرتك احلى من ان انت تعملي طبق كنافه. تمام. ان شاء الله تابعيني في رمضان على قناتي على اليوتيوب. وهقولك تاني حاجه، العصاير، عصاير رمضان. انا نزلت لكم عصير التانج، نزلت لكم عصير ان شاء الله هينزل النهارده عصير التمر هندي، في لسه صوبيا، وعصير المانجا هنزله لكم ان شاء الله على القناه. عصاير رمضان كتير، قمر الدين، صوبيا، ممكن تعملي خشاف. الخشاف ان شاء الله هعمله لكم في رمضان مختلف تماما. موز باللبن، عصاير كتير جدا جدا جدا. فانا ما ينفعش اكتب في المنيو عصير النهارده تشربي مانجا، انت مش عايزه تشربي مانجا. تمام، مش عايزه تشربي مانجا، فتعملي مش مهم يعني عندك جوافه، عندك فراوله، انا كنت مخزنها معاكم فراوله عشان اعملها في عصير رمضان. تمام. فكل الحاجات دي انا عملت لكم دلوقتي افكار كتير للاكل. تمام. في افكار تانية، في افكار تانية اكيد هيجي عليكي يوم تعملي لحمه وشوربه، هتيجي تعملي فراخ شوربه، دي برضو هتسد معاكي في يوم. حاجات كتير بقى انا ما كتبتهاش في المنيو. هنعمل بكتب الفراخ، هنعمل جلاش باللحمه المفرومه، جلاش بالكبد والقوانص، جلاش انا كتبت هنا جلاش هنعمل جلاش بشاورما الفراخ، هنعمل البطاطس سوري الفراخ، انا كتبت هنا فراخ مشويه. انا عندي هنا في المنيو اللي انا يعني في الاجنده اللي انا ما بمشيش الا بيها، وعملت لكم فيديو عليها قبل كده، عندي حوالي 90 خلطه و90 وصفه للفراخ. ان شاء الله هحاول انزلها لكم في رمضان. فراخ تكه، فراخ تندوري، فراخ البخاري، فراخ مسحب، بصوا انواع كتير جدا يعني. تمام. فراخ بقى بالزعتر والليمون، فراخ بالزبده، فراخ كل الانواع الفراخ. لو تابعتيني في رمضان ان شاء الله هحاول انزل لكم كل الحاجات دي. اللحمه ممكن تعمليها بكذا طريقه. تمام. طاجن لسان عصفور باللحمه المفرومه، حاجات كتير 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 كتير. اهم حاجه الست المصريه تفكر، الست المصريه ما تقولش النهارده اكل قرداحي هروح اعمل فول وطعميه. لا 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 لا. في رمضان خلي السفرة بتاعتك متنوعة، خلي يبقى فيها حاجة جديدة. انت لو عملتي في يوم قرداحي اشكال كتير، يعني الجلاش لو عملتيه بالجبنة، طبق جلاش بالجبنة جنبها صينية مكرونة بالصلصة، شوية بطاطس محمرة وسلطة وعصير والحلو بتاعك، وقدمتي على السفرة بتاعتك للعيال، ايه ده ماما عامله لنا سفرة، ماما عامله لنا حاجة حلوة، حاجة مشرفة. تمام.
السمبوسك لو نفسهم ياكلوا سمبوسك اكليهم سمبوسك بالجبنه، اكليهم سمبوسك بالخضار. عجينه السمبوسك ان شاء الله هنزلها لكم. القطايف مش قادره تشتريها، هنعملها في البيت مع بعض. تمام. الكفته اعمل لهم كفته الحادي، اعمل لهم كفته في صينيه بطاطس. حاجات كتير جدا وافكار كتير جدا. تمام يا بنات. هنعمل مكرونه بالجمبري، مكرونه بالسجق، نجرسكو، بيتزا بالمكرونه. بيتزا المكرونه نسيت اقول لكم، ممكن تعملي بيتزا مكرونه، هنزلها لكم برضو على القناه. مكرونه الفوتوتشيني، مكرونه بالصوص الابيض والمشروم، مكرونه بكتب المشروم والمكرونه. انا بقول لكم الحاجات اللي انا هعمل. طاجن لسان العصفوره باللحمه المفرومه، باللحمه المفرومه، لازانيا، مكرونه الفرن بتاع المحلات اللي احنا بناكلها على الكشري، عند بتاع الكشري ان شاء الله هنزلها لكم على القناه. افكار كتير جدا جدا. مكرونه بالتونه، بس انا من الشخصيات اللي ما بحبش المكرونه في اي انواع السمك، يعني ما بحبش يعني. انا عملت المكرونه بالصوابع الكابوريا ما حبيتهاش، مكرونه بالجمبري ما بحبهاش. انا المكرونه ما بحبش، يعني ما بحبش طعم اي حاجه فيها اسماك، فيها ما بستصدقش حاجه. بتحبيها انت اعملي. تمام. حاجات كتير يعني. صينيه الرز بالخضار في الفرن، مقلوبه الكفته، مقلوبه زينا نقول مقلوبه. صينيه شاورما، شيش طاووق، كبسه، فراخ محشيه، فراخ بالصوص الابيض، شاورما، حمام، بط بالبرتقال، سمان، ناجتس، شرايح بانيه مشويه بالليمون، فراخ بالبطاطس، فاهيتا، كنتاكي، آم، برياني، شيش طاووق، خلطة المحشي، كبسة 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 كبسة، رز حاجات كتير جدا. كتبت لكم منيو غلابة، افكار تانية كتير. تمام. انا ما بحبش امشي في الورق. الناس اللي ما بتحبش تمشي بالورق والقلم تتابعني على رمضان ان شاء الله. هحاول على قدر الامكان ان انا كل يوم انزل لكم المنيو للفطار وللحلو وللعصير وللسحور. تمام. افكار السحور انا مش محتاجه ان انا اقولك السحور فول وطعميه، يعني بلاش طعميه طبعا، فول وجبنه وزبادي مش محتاجه. بس ان شاء الله هنزل، هعمل منيو. هعمل منيو يعني مش منيو، انا هنزل لكم السحور النهارده لو هعمل سحور مختلف. تمام. لو عملت سحور مختلف هنزله لكم، ما نزلتش تعرفوا ان انا عملت فول وجبنه وبطاطس وبيض. تابعيني بس اهم حاجه على قناتي على اليوتيوب عشان يوصلك كل حاجه انا بنزلها. عايزه لايك للفيديو يا جماعه. المنيو ده انا اللي عاملاه، مش نقلاه وبكتبه لكم. انا فعلا بقالي شهر بحاول. انا اتاخرت في نزوله، في ناس كتير نزلت، بس يعلم ربنا ان انا بقالي فتره كبيره جدا 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 بنزل فيه. اسفه ان الفيديو طول معاكي، انا قدمت لك افكار كتير جدا فيه. يا رب يكون ساعدك ويا رب الفيديو يعجبك. استنوني في فيديوهات تانية وتابعوني في رمضان. فعلا في مفاجآت كتير جدا، في تحول في القناة ان شاء الله. في فيديو مشتريات هينزل، مش مشتريات اللي هو مشتريات رمضان، انا حاجات انا فعلا محتاجاها. ان شاء الله هنقدم مع بعض افكار. انا مش همشي اللي هيتابعني في رمضان عشان يقول ان انتي هتعملي المنيو ده، انا مش همشي على المنيو ده، انا مش همشي عليه. انا عاملاه للناس اللي بتمشي عليه. انا ممكن 7 يوم فرخه مشويه وانا ما عنديش فراخ، او مش عايزه اكل فراخ. 7 يوم هتغدى بره، هفطر بره. فانا ما بمشيش بالمنيو. يا رب الفيديو يبقى خفيف عليكم، يا رب اكون ساعدتكم. لو حد عايز اي حاجه اعدها له، لو حد عايز اي حاجه يتواصل معايا على صفحتي على الفيسبوك، انا بحطها على صندوق الوصف. لو اي حد عايز يتواصل معايا يا ريت يبعت لي ويقول لي لو في اي مشكله، اي واحده عندها اي مشكله تعرفني. يا رب اكون خفيفه عليكم، واشوفكم في فيديوهات جديده، واشوفكم في وصفات جديده. اشتركوا عندي في القناه يا بنات، والسلام عليكم.